يسلمكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. بعض النقاش ساكت والله احنا بخير حبيبي. احنا بخير افعالكم. افعالكم وين خير جميع. احنا الان ان شاء الله بدا انسحاب قوى الجيش بعد الانتهاء من عمليه تنشيط انفاذ القانون ان شاء الله. بدأ انتشار قوى الامن الداخلي لإعادة الاستقرار خلال يوم او يومين باذن الله. الشيخ مقصود افضل مما كانت عليه منذ اكثر من 15 سنه. الله يحميكم والله يقويكم، على بعض ينصركم على اعداء المسلمين. نرجع نأكد نحن كل هذا العمل لما يبقى احد خارج كنف الدوله ان كان من خدمات ان كان الى اخره. الان ان شاء الله نعين بعض على استقرار الامن ثم ان شاء الله ننتقل لمراحل بناء ان شاء الله باسرع وقت، يعني ايام فقط. ونرجع بنأكد نحن يعني في كثير ناس عزفت على وتر عرب كرد. نحن اليوم يومنا واحد، السوريين واحد، لن نسمح لاحد ان يعزف على هذه الاوتار لتدمير سوريا وتحقيق مصالح احزاب وافق ضيقه لبعض الجهات. ونرجع بنأكد حتى ابنائنا ابناء سوريا ابناء حي الشيخ مقصود في عدد كبير كلمنا انه انا عزف في البيت، فهؤلاء يعني مثل ما بقول ليس لنا عندهم شيء، على العكس لازم يرجعوا يشدوا الهمه ويعينونا في اعاده بناء البلد، وهذا واجب يعني. ونحن والى الان يعني اي شخص حامل للسلاح يريد ترك السلاح والعوده الى كنف الدوله لا نجاة الا يعني نحن كسوريين لا ملجا لنا الا الدوله. ان شاء الله. فالله يعطيكم العافيه. هذول الميليشيات اللي عم بيقاوموا لهالله، هذول ما بيجوا الا بالعفس، اللي عمال يقاتلوا ما بيجوا الا بالعفس. نحن معاشرين صرنا 10 سنين، هذول ما بيجوا الا مو اخوتنا الكراد. نحن عم نحكي عن الميليشيات اللي عمال يقاوموا، هذول ما بيجوا غير بالعفس. شخصيات من جنسيات مختلفه حتى، نحن الكراد اخوتنا كذا الى اخره. لكن بغض النظر نحن الان ان شاء الله اليوم بكره الشيخ مقصود يا الله بعد الانتهاء باذن الله. هذا يعني انا من يومين صار وجود قلت له ان شاء الله يومين بنكون عندك يعني ان شاء الله. عندنا يومين بنكون عندك. الله يعطيكم العافيه. الله ينصر احمدنا. نحن اللهم يعني رزقنا استقرار. نحن عايشين برحمه احمد الشرع. الله يسلمك. نحن عايشين برحمة رب العالمين. أحمد الشرع أفضل. نعم. والنعم منكم جميع، والنعم منكم جميع. الله يعطيكم العافية. وعينونا إن شاء الله بطريقة عافية. الله يفتح.